ايه رأيك لو قلتلك ان في كائن حي عايش في قارة هي الاخطر على كوكب الارض، وسط تعابين بتموت في ثانية وعناكب بتشل الحركة، والادهى ان الكائن ده فاشل في كل حاجة ممكن تتخيلها، لا بيعرف يجري ولا بيعرف يحارب ولا عنده عضلات ولا حتى عنده ذكاء حاد، بل بالعكس ده دماغه اصلا اصغر دماغ ممكن تشوفها لحيوان من الثدييات بالنسبة لحجم جسمه. والاغرب من كده كمان ان اكله الاساسي بيعتبر سم قاتل لدرجة تخلي اي حيوان تاني يفكر يشاركه اكله هيقع ميت في مكانه. في الحلقة دي هنشوف ازاي الكوالا، الحيوان اللي احنا بنشوفه كيوت وبريء، قدر يخدع الكل ويحول السم لنقطة قوة، وكمان ايه هو السر اللي مخبيه جوه امعائه وبيخليه ياكل اكل ضد المنطق. فالنهاردة احنا مش جايين نتكلم عن مجرد حيوان بيحب النوم الكتير، لكن جايين نتكلم عن قصة واحد من اكبر المخادعين في الطبيعة. فخليك معايا لاخر الفيديو عشان اللي هتعرفه عن الكوالا النهاردة اكيد هيفاجئك، ويلا بينا نبدأ على طول. في الأغلب أنت سمعت حد قبل كده بيقول دب الكوالا، ودي فكرة غلط محتاجين نكسرها في الأول، عشان الكوالا مش دب لكن بينتمي لرتبة تانية اسمها الجرابيات، ودي مجموعة من الحيوانات بتجمعه مع حاجة زي الكنغر كده. والكلام ده معناه إن الأطفال بتوع الكوالا بيكملوا نموهم جوه جراب أو كيس عند الأم، والكوالا بيعيش في استراليا تحديدا على الساحل الشرقي والجنوبي ليها، والبيئة هناك مش سهلة خالص. استراليا معروف إن هي ميدان لأغرب حاجات ممكن تشوفها في البر والبحر، ودايما هتبقى محاط فيها بالخطر والكائنات اللي ممكن تخلص عليك في لحظة. بس فوق بقى في أعالي الأشجار هنلاقي عالم موازي، طريق مختلف تماما الكوالا بيختاره عشان يكمل حياته. فالكوالا مش بس حيوان عادي بيعيش هناك، لكن هو سيد أشجار الكافور. بس كده بيبقى فيه مشكلة صغيرة، أشجار الكافور دي مش بس صعبة جدا في الهضم بتاعها وما فيهاش أي عناصر مغذية مفيدة، لكن كمان مليانة مركبات فينولية وتربينية. ببساطة ده كوكتيل سموم موجود في النباتات دي عشان تمنع أي حيوان ياكلها وتخليه يتسمم ويموت على طول. بس السؤال هنا، ليه الكوالا اختار اصعب اكل في العالم بالشكل ده عشان يتغذى عليه ويسيب اي حاجة تانية؟ والاجابة باختصار وفي كلمة واحدة هي المنافسة. يعني بما ان مفيش حد عاقل في الغابة هيفكر ياكل السم ده، فالكوالا لقى قدامه بوفيه مفتوح ومخصص ليه لوحده، لا بقى خناقة على اكل ولا صراع مع حيوانات تانية بتدور على نفس الحاجة، وده ذكاء فطري ربنا خلقه بيه. طب فهمنا النقطة دي، لكن ازاي بقى جسمه بيتعامل مع السم اللي بياكله ده وبيفضل عايش عادي، في حين ان البشر مثلا لو حد منهم حاول ياكل ورق الكافور ده هيموت؟ لكن الكوالا عنده مفاعل كيميائي جوه بطنه، جهازه الهضمي طويل جدا بشكل مبالغ فيه عشان يطلع اقصى استفادة من الورق اللي ما فيهوش غذاء ده، وعنده حاجة اسمها الاعور، ده طوله لوحده بيبقى 2 متر، ووظيفة العضو ده انه يخمر الالياف بتاعت ورق الكافور ويحلل السموم اللي فيها. والسر الحقيقي هنا بقى ان الكوالا ما بيتولدش ومعاه القدرة دي، لكن الطفل الصغير واللي اسمه جوي، واكيد عشان الكوالا بيعيش في استراليا فالعرب ما شافوهوش عشان يطلعوا اسم عربي لصغير الكوالا. المهم بقى ان الجوي ده اول ما يتولد في بداية حياته الام بتاكله جزء من فضلاتها بتبقى منزلاه ليه مخصوص، والفضلات دي بتبقى مليانة بانواع من البكتيريا المتخصصة عشان تتزرع في امعاء الجوي، ودي اللي بيبقى فيها السر كله والقدرة اللي بتساعده طول حياته بعد كده انه ياكل السموم، عشان البكتيريا دي هي اللي بتستقر في الاعور وبتكسر السموم بتاعت اوراق الكافور. والاعور كمان بيساعد في امتصاص الميه من ورق الشجر، ودي حاجه بتخلي الكوالا مش محتاج ينزل عشان يشرب ميه، هو بيستخلص اللي هو محتاجه من الاكل. في الواقع كلمه او اسم كوالا اصلا معناه لا يشرب او لا ماء او لا يشرب الماء، وده بلغه السكان الاصليين بتوع استراليا. سموه كده عشان الاناث ما بتشربش اي ميه طول حياتها والذكور كمان، لكن ذكر الكوالا احيانا ممكن يدور على مصادر تانية للميه، خصوصا في وقت الحر والجفاف اللي بيخلي ورق الشجر يفقد الرطوبه بتاعته، او حتى بعد حرايق الغابات اللي بتدمر بيئته وبتتسبب له في العطش. لما تسمع ان الكوالا بينام 22 ساعة في اليوم هتفتكره كسلان زي الكسلان، لكن في الحقيقة هو مش كسلان، هو بس مقتصد شوية، عشان زي ما قلنا ورق الكافور ده قيمته الغذائية زيرو وسعراته الحرارية قليلة جدا مقابل مجهود ضخم في هضمه، فعشان الكوالا يفضل عايش لازم يقلل استخدامه للطاقة على قد ما يقدر. وخليني اقول لك كمان ان حجم مخ الكوالا صغير جدا مقارنة بحجم جسمه، عشان المخ هو اكتر عضو بيستهلك طاقة في الجسم، والكوالا اصلا ما عندوش طاقة كفاية. فالكوالا
عشان يوفر في السعرات بتاعته بقى حجم دماغه من اقل الاحجام مقارنة بالجسم في عالم الثدييات كلها، لدرجة ان مخه بيملى 60% بس من تجويف الجمجمة، والباقي بيكون عبارة عن سائل عشان المخ الكبير رفاهية ما يقدرش الكوالا يدفع ثمنها من السعرات بتاعته. والكوالا ممكن يكون مش قوي على الارض لكنه متصمم للعيشة فوق الشجر، بالمخالب القوية والقبضة بتاعته اللي بيمسك بيها غصن الشجرة، مع صباعين شبه الابهام بتخلي قبضته تقفل كويس على الحاجة اللي هو ماسكها. وكمان عنده حاجة غريبة جدا زي مخدة كده في اخر العمود الفقري عند نهاية جسمه، بتعمل له قاعدة تخليه يعرف يقعد مرتاح لوقت طويل على غصن الشجرة من غير ما يتعب. وكمان لون جسمه الرمادي بيخليه يختفي وسط اللحاء بتاع الشجر، ويساعده شوية يعمل تمويه كأنه مش موجود عشان مفيش حيوانات مفترسة تشوفه. وبالرغم بقى من كل ده فمش عايزك تتخدع بالهدوء والبراءة وتجنب المشاكل اللي الكوالا عايش فيه ده، لأن ذكور الكوالا في وقت موسم التزاوج بيتحولوا لوحوش. وخليني أقولك إن الذكر عنده غدة في نص صدره ريحتها مميزة وقوية جدا، بيستخدمها بإنه يفضل يحك صدره في الشجر عشان يعلم المنطقة بتاعته بالريحة دي. ولو ذكر تاني تجاهل الريحة وقرب من المنطقة هتحصل بينهم معركة كبيرة جدا، وهتسمع أصوات زئير مرعبة ما تتخيلش أصلا إن هي طالعة من الكائن ده. لكن برضو العدو الحقيقي فعلا للكوالا مش الذكور التانية ولا حتى الكلاب البرية مثلا والمفترسات عموما، عشان كده كده الاكل السام بتاعه بيخلي طعمه وحش بالنسبة لهم، غير ان المفترس اللي هياكله كمان في الاغلب هيموت بعدها، ففي كل الاحوال ما بيقربوش منه. انما العدو الحقيقي هو تغير المناخ وحرايق الغابات. في سنة 2019 و2020 لوحدهم استراليا خسرت آلاف الكوالا في حرايق الغابات الضخمة اللي حصلت هناك ساعتها، بسبب حركتهم البطيئة ما بيقدروش يهربوا من النار وبيموتوا، وحتى اللي يقدر منهم انه يهرب بيكون خلاص فقد الموطن بتاعه بعد ما اتدمر في الحريقة ومش هيعرف يعيش. الكوالا مش أقوى حيوان ولا أسرع ولا أذكى، وده في حد ذاته بيعلمنا إن القوة مش دايما في العضلات والسرعة، أحيانا القوة بتكون في التكيف وإنك تلاقي لنفسك مكان محدش غيرك يقدر يعيش فيه، وتتحمل ظروف لو أي حد غيرك عاشها هينهار فورا. وشوف حلقة الفلامينجو اللي هتظهر لك فوق على الشاشة دلوقتي لو عايز تعرف أكتر عن القوة دي. وبس كده خلاص أقدر أقول إن كل الكلام اللي كنت محضره عن الكوالا خلص دلوقتي. فلو كان الفيديو عجبك بقى ما تنساش إنك تعرفني الموضوع ده من خلال إنك تنزل تدوس لايك وتشترك في القناة من تحت الفيديو لو ما كنتش مشترك قبل كده، عشان لسه عندنا حكاوي كتير تانية عن أغرب سكان كوكب الأرض اللي عايشين معانا وعمرنا ما شفناهم زي الكوالا. وقبل ما الفيديو يخلص بقى خليني أقول لك حاجة واحدة وأخيرة، لو كنت أول مرة تشوفني خش خد لك لفة كده في باقي الفيديوهات اللي موجودة على القناة وإن شاء الله هتعجبك. وبس كده، سلام.